ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وهو الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو، وكذلك تضغطوا على الجرس الموجود تحت الفيديو هكذا باش توصلوا بكل ما هو جديد من عالم ملاك. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم ملاك. الفيديو ديال اليوم جيتكم بطريقة ديالي في تحضير دجاج محمر ومعمر بواحد الحشوة رائعة ولذيذة بزاف وما كياخدش بزاف ديال الوقت، سهل وسريع، واكيد اللي ناكدوا لكم انه كيجي لذيذ بزاف وبمكونات اللي هي جد بسيطة. غادي يحمر لكم اكيد الوجه ديالكم سواء حدا عائلتكم او لا حدا الضيوف ديالكم بطبيعة الحال. فإلا بغيتوا تعرفوا طريقتي البسيطة فخليكم معايا وتبعوا الفيديو للآخر. اول حاجه غادي ندوزو باش نحضروا الشرموله ديال الدجاجه ديالنا. غادي نحتاجوا لها هنايا واحد القطعه ديال الزنجبيل طري بهذا الشكل هذا، كذلك الفصوص ديال الثوم حاولوا تكثروا شي شويه، درت هنا 6 ديال الفصوصه ديال الثومه او الثوم. هنايا عندي مرصو ديال الحامض المصير، وهنا عندي بصله يعني متوسطه الحجم، وكذلك هنايا عندي شويه ديال المعدنوس او البقدونس. نوضعهم هكا في طحانه بهذا الشكل هذا او قطاعه، ومن بعد غادي ناخذ داك الحامض المصير غادي نحيد له غير القلب ديالو يعني الداخل، وغادي نحتفظ بالقشره حتى نزين بها في الاخير. ومن بعد غادي نحصل على هذا الخليط هذا. من بعد غادي نضيف دابا العطريه. بالنسبه للعطريه انا ما كنديرش يعني مكونات كثيره، كندير فقط عطريه سهله كما شفتوا هنايا. عندي الملحه يعني الكميه حسب الذوق، راكم عارفين الملح على حسب كل واحد. هنا عندي ملعقه صغيره من الخرقوم، عندي ملعقه صغيره من التحميره، وعندي كذلك هكا واحد نصف ملعقة من الفلفل الأسود، وهنا عندي تقريبا واحد نصف ملعقة من الكمون. بالنسبة للزنجبيل البودرة ما غاديش ندير لأني طحنتو كما شفتوا طري. وهنا عندي لا موطارد، هذا هو السر انا اللي كنديرو في الدجاج المحمر، فريمون كيجي لذيذ بزاف. ديروا ملعقة كبيرة ديال لا موطارد او الخردل يعني لا صوص ديال الخردل، كتجي لذيذه بزاف، كتعطيها واحد اللذه. الا لاحظتوا انا ما كندير لا سمن حار لا حتى شي حاجه، فقط كندير هاد المكونات وكيجي لذيذ بزاف. صدقوني البنات جربوه وما غاديش تندموا. كنخلط جميع المكونات ديالي بهذا الشكل هذا كما شفتوا حتى تندمج جميع العطريه مع هذاك الخليط ديال البصل والثومه والبقدونس الى غير ذلك. ومن بعد غادي نجيب الدجاجه ديالي كما شفتوا بعد ما غسلتها مزيان بالملحه والحامض اكيد يعني كانت مغسوله مزيان. فهنايا جبتها بقيت كنشرملها يعني مهم راكو عارفين نتوما الطريقه ديال الشرموله. اكيد كنحاول انني ندخل الشرموله هكا في الجلده ديال الدجاج يعني بين الجلده واللحم ديال الدجاج، نحاول انني ندخلها مزيان هذيك الشرموله باش هكا تشربها الدجاجه وتجينا لذيذه بزاف. وغادي نحتفظ بها جانبا، وغادي نمر باش ندير الشعريه الصينيه ديالي. كما شفتوا انا خديت هكا كميه من الشعريه الصينيه اللي غادي تكفيني بهذا الشكل هذا. غادي نوضعها هكا في بول وغادي نخوي عليها الماء الطايب اللي هو الماء سخون. انا ما كنسلقهاش، فقط كندير هاد الطريقه هذه، كنخوي عليها الماء طايب وكنخليها تهبط في هذاك الماء دغيا. كتوجد تقريبا زعما غير بعض الدقائق وغادي تكون واجده. كنخليها تما ترقد في هذاك الماء طايب حتى تدبال وتكون عندي موجوده.
ومن بعد غادي كميه الشرموله اللي بقات لي كما شفتوا من الدجاج، لان انا شرملت بها الدجاج وبقات لي كميه كما كتشاهدوا. غادي نضيف لها هنايا لي شامبينيون اولا الفطر المعلب اللي هو مقطع على هذا الشكل هذا. عندي كميه، مهم ديروا على حسب الكميه. هنا عندي الزيتون الاخضر مقطع الى دوائر بهذا الشكل هذا. هذا الزيتون الاخضر حنا عندنا معمر بالفلفله، داكشي علاش تشوفوا فيه تما هكا حبيبات حمر، فانتم استعملوا الزيتون اللي متوفر عندكم. هذه هي الشعريه الصينيه ديالي من بعد ما وجدت، يعني من بعد ما اصبحت جاهزه، فانا وضعتها في الصفايه كما شفتوا، صفيتها من الماء ومن بعد جبت مقص وبقيت كنقطعها، يعني باش ما تبقاليش هكاك طويله، باش يبقاو لي يجوني هكا مرصويات صغار. ومن بعد اللي بغى يضيف الهريسه يضيفها، يعني الا كنتو ما غاديش ياكلوا معكم اطفال ضيفوها. انا بالنسبه لي بما انني غادي ياكلوا معايا وليداتي وغادي ما غاديش نضيف الهريسه. المهم نتوما الا كنتو يعني غادي تاكلوا غير الكبار وكتعجبكم الهريسه بامكانكم انكم تضيفوها الحشوه. غادي ناخذ هذيك الفيرميسال اللي عندي موجوده وغادي نعمر بها الدجاجه ديالي، يعني الكميه اللي غادي تكفي باش نعمر الدجاجه. ومن بعد غادي ناخذ اعواد ديال الاسنان وغادي نحاول نسد هكا الدجاجه باش هكا ما تخرج ليش الحشوه ملي تكون طيب الدجاجه ديالي، يعني بهذا الشكل هذا كما شفتوا. ومن بعد في الاخير اللي ما شفتوش في المقطع انني جبت شديت لها الرجيلات ديالها بواحد الخيط ضروري باش هكا ما يتحلوليش. وهنا انا الدجاج ديالي ديما كنطيبوه في الفرن، يعني هذه اسرع حاجه كنقوم بها لانه ما كيتجددش بهذه الطريقه هذه، ما كتطيرش جناح في جهه او لا، لانه ما كنبقاش مقابلاته هكا في الطنجره كل مره قلبي منا كنطيبوه بهذه الطريقه وكيجي لذيذ بزاف صراحه البنات، والله الا غير جربوه. هنا كما شفتوا خديت مول اللي كيدخل الفرن، درت القليل جدا من زيت المائده ودرت بصله هكا مشلضه لتحت وما درت لها حتى شي عطريه، يعني يكفيه ان هذيك لاصوص ديال الدجاجه غادي تهبط عليها. من بعد غطيتها، نورمالمون غطيوها غير بالالومنيوم، ولكن بما ان الالومنيوم كيقولوا انه ماشي صحي، فمن الاحسن ديروا واحد ورق الزبده لتحت عاد ضيفوا ورق الالومنيوم. مهم ضروري انكم تغطيوها باش تطلق لكم لاصوص. من بعد غادي ندخلوها للفرن مده 45 دقيقه هكاك مغطيه، ما تحلوش عليها الفرن على درجه حراره 250 درجه، وعلى حسب حجم الدجاجه، يعني كانت الدجاجه اكبر من هكا غادي تخليوها مده ديال ساعه. فهنا كما شفتوا الشعريه الصينيه اللي بقات لي درتها في مقلاة مع القليل جدا من زيت المائده، ومن بعد ضفت لها القليل من الذره المعلب بهذا الشكل هذا، وبقيت كنخلط حتى تشحرت لي يعني مزيان مع هذوك المكونات، وطابت هذيك لاصوص اللي فيها ديال البصله وديال داك الخليط ديال الشرموله طاب مزيان. كتخليوها تقريبا في المقلاة واحد 5 دقائق حتى ل 8 دقائق. مهم نتوما كتقلبوا حتى تحسوا ان ديك الخليط ديال البصل طاب ليكم. من بعد غادي نمشي نوجد سليلات اللي سبق لي انني حضرتهم معاكم، سليلات اللي غادي يكونوا بخبز التورتيلا. كما شفتوا خديت خبز التورتيلا وبقيت كندهنو بالزبده الدائبه بهذا الشكل هذا، ودعت طبقه اولى، من بعد وطعت يعني خبزه ثانيه ديال التورتيلا وتا هي دهنتها بالزبده وقطعتها هكا بسكين حاد على 4 كما شاهدتوا في الفيديو. من بعد خديت هاد لي مول الخاصين بالكاب كيك وبقيت كنحاول انني ندخل فيهم هذاك الخبز، يعني كل دائره ديال المول غادي نحاول ندخل فيها 2 قطع ديال الخبز باش هكا نحصل على سليله بهذا الشكل هذا. فهاد الفكره رائعه حتى الضيوف، يعني هكا باش تقدموا الشعريه ديالكم اولا تقدروا تقدموا فيها حتى لي سالاد او ميم طون راه خبز يعني كينتكل ويعني ويجي الشكل ديالو جميل. كما شفتوا غادي نوضعوه في الفران، ما كياخذش بزاف ديال الوقت، يعني تقريبا واحد 5 حتى ل 10 دقائق وغادي يكون عندكم موجود. ومن بعد الدجاجه ديالي ما دازت 45 دقيقه بالضبط، حليت عليها كما شفتوا هي لاصوص ديالي يعني اللي طالقاها. من بعد خديت ديك لاصوص درتها في واحد طنجره كما شفتوا، ومن بعد جبت الزبده الدائبه وضفت لها القليل من لاصوص اللي كانت عندي في الدجاج كما شفتوا بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف لها ثاني القليل من الخردل او لا موطارد كما شفتوا بهذا الشكل هذا.
وغادي نخلط جميع هاد المكونات وغادي ندهنها. بالنسبه للخردل او لا موتارد فهو كيتواتى بزاف مع الدجاج يعني المحمر او لا اي يعني دجاج درتوه فهو كيتواتى معاه بزاف وكيعطيه واحد لوغو زوين بزاف. كما شفتوا غادي ندخل الدجاجه ديالي تحمر الفران حتى كتحمر وكنشعل ليها الفران يعني من الفوق ومن التحت باش هكا تحمر من الجهات، يعني ما نبقاش عاد نقلبها من الجهتين. وهنايا قررت انني نحضر كسلطه مرافقه لهاد الدجاج المحمر ديالي. غادي نحضر السلطه اللي نظن بزاف منكم كيعرفوها. هنايا سلقت الارز، سلقته مع القليل من الملح، ومن بعد ضفت له الذره المعلبه وكذلك التونه، وضفت لهم القليل من الزيت والملح والقليل من الحامض، عصير الحامض. ضفت كذلك لي سوريمي مقطعين بهذا الشكل هذا، يعني هذه كتبقى اختياريه في هذه السلطه الصراحه، يعني ضيفوا لها الاشياء اللي بغيتوا. تقدروا كذلك تسلقوا خضروات بحال الجلبانه الجزر يعني وتضيفوها. في الاخير ضفت واحد 2 ملاعق ديال المايونيز بهذا الشكل هذا، وغادي نخلط جميع المكونات. كما شفتوا ضعت السلطه ديالي هكا في الزلافه وبقيت كنضغط عليها، ومن بعد غادي نقلبها في هذاك التبصيل. بالنسبه للتقديم، طريقه تقديم السلطه يعني انا درت تقديم عادي جدا، فانتم قدموها بالطريقه اللي بغيتوا. بطبيعه الحال الا بغيتوا ترافقوها مع الدجاج. وكما شفتوا في الجوانب غادي نزين هكا بهذوك الدوائر ديال الخيار اللي سبق ليا قطعتهم، وزينت كذلك بهاد قطع الطماطم الصغيره بهذا الشكل هذا من فوق، يعني تزيين اللي هو عادي. هنا كما شفتوا سليلات ديالي ديال خبز تورتيلا ها هما واجدين كما كتشاهدوا، كيجيو زوينين بزاف في الشكل. هادو غادي ناخذهم نعمرهم بالشعريه الصينيه ديالي اللي سبق لي شحرتها، ودائما قدموها ساخنه يعني قبل ما تحطوا هكا الدجاجه ديالكم سخنوها شي شويه، يعني دائما حافظوا عليها في المقلاة وسخنوها قبل ما تقدموها لانها كتتكل ساخنه. كاين اللي كتعجبو بارده ولكن كتتكل انا كنفضلها تكون سخونه. كنفضل انني نقدم الشعريه في هكا في سليلات او لا في زليفات، يعني ما كنفضلش انني نديرها مع الدجاجه هكا في التبصيل، فكل واحد ويعني والاختيار ديالو. كما شفتوا لاصوص اللي كانت عندي في الدجاج سخنتها حتى هي كما شفتوا، كنت درتها في هاد الكاسرونه هذه وسخنتها كما شفتوا راه كتجي عاقده. بالنسبه لاصوص فاحنا ما كتعجبناش يعني بزاف لاصوص، انا فقط درت بصله واحده كما شفتوا تحت الدجاجه. الا بغيتوا نتوما لاصوص تعطيكم كميه اكثر فكثروا كميه البصل، شحال ما كثرتوا البصل شحال ما غادي تخرج لكم ديال الصلصه وغادي تجي عاقده وخاتره. وكما قلت لكم بعد فاش كتحيدوها وديروها في الطنجره غادي تخليوها فوق من النار تقريبا 10 دقائق او لا ربع ساعه حتى كتختار وتطلع ديك الزويته ديالها، وكتبقى تبان لكم غير ديك الزويته وكتجي دايره يعني مدغمره، سورتو الا كثرتوا البصله يعني ودرتوا البصله بكميه كثيره. فانا فقط كنكتفي بهذه الطريقه. وإلا نتوما عندكم الكبده ديال الدجاج، حنا هنا ما كنلقاوهاش يعني ما كتباعش، الا عندكم الكبده ديال الدجاج فكتسلقوها مع القليل من الخل وورقه ديال سيدنا موسى. فاش كتسلق كتاخذوها كتقطعوها وكتضيفوها لهاد لاصوص اللي درتها انا في الطنجره كما شفتوا، عاد غادي تقدموها هكا في الطبسيل مع الدجاجه. فهذه هي الطريقه يعني انا باش كندير هكا الكبادي ديال الدجاج اللي كيكونوا مرافقين الدجاجه، ولكن كما قلت لكم مع الاسف حنايا ما كتواجدش هنايا عندنا. كما شفتوا خديت قطع من الخس هكا وزينت بهم في الطبسيل، وكذلك الحامض اللي ديجا احتفظت به هذاك القشره ديال الحامض قطعتها بهذا الشكل هذا درت فيها واحد عود من الاسنان ودرتها هكا فوق من الدجاجه. تقدروا تبدعوا في التزيين، انا فقط هذا تزيين عادي جدا لاسره صغيره.
فكما شفتوا هذه هي الدجاجه ديالي كتجي لذيذه بزاف صراحه. جربوها البنات وردوا عليا الخبر. ما الحشوه ما نقول لكمش على لذه الحشوه، كتجي رائعه جدا، وكذلك الدجاج كيجي لذيذ بزاف صراحه. هذيك لا موطارد كتعطي واحد اللذه رائعه جدا. جربوها الا ما كنتوش كديروها. انا دائما يعني كما كنقول لكم كل واحد وطريقته، كل واحد وكيفاش كيدير، يعني هذا مجرد اقتراح وهذه طريقتي انا كيفاش كندير الدجاج. كل وحده بطبيعه الحال تبارك الله عليكم، كل وحده وكيفاش كدير يعني طيب الدجاج ديالها. يعني ما تنساوش تشاركوا معايا هذا الشيء في التعاليق، خليو لي كيفاش نتوما كديروش كديروا هاد الطريقه اللي كنديرها انا، او لا عندكم طريقه اخرى باش هكا الاخوات كلهم يستافدوا. انا شخصيا نستافد لان حتى انا كنبغي نعرف عليكم اكثر ونتقرب منكم اكثر، و يعني ونعرف كيفاش نتوما كتحضروا مثلا هكا اليوم الدجاج المحمر. فما تنساوش دائما تركوا لي هذا الشيء في التعاليق. فنتمنى ان هاد طاوله اليوم تكون نالت اعجابكم، تقدروا تحضروها كطاوله غداء او عشاء. سورتو في الويكاند كتجي هكا طاوله ديال الغداء تجي جميله هكا، بما ان تكون العائله مجموعه كلها على الغداء، يعني الوليدات ما كيقراوش، يعني الازواج وكذلك السيدات اللي كيخدموا ما كيخدموش، فكتجي هكا غديوه زوينه. وكما شفتوا راها سهله التحضير، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. الدجاجه يعني كما قلت لكم 45 دقيقه في الفران ها هي واجده، وكتبقى لها ديك 10 دقائق حتى لربع ساعه ديال التحمار. ها هي ساعه وانت وجدتي هاد الشهيوه ديالك. والسلطه اكيد غادي توجديها في الوقيته اللي تكون الدجاجه كطيب في الفران، يعني عندك ساعه وانت وجدتي هاد الوجبه. هذه الصراحه سهله بزاف، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. كنبغي نشكركم بزاف على تعاليقكم على الفيديو السابق، يعني كانت تعاليق جد رائعه، والحمد لله انها اغلبها كانت يعني تعاليق اللي هي ايجابيه، اللي كتفرحني بزاف وكتدعمني دائما. كنشكركم بزاف على حبكم اللي هو بدون مقابل. كنشكركم بزاف على تعاليقكم زوينه بزاف. يعني شحال ما عبرت ما غاديش نوصف لكم الفرحه ديالي فاش كنشوف ان يعني متابعات اللي ما كنعرفهمش عمرني ما شفتهم، يعني كيكنوا ليا يعني هذا الحب وهذا الاحترام غير من خلال يعني مشاهده فيديو. ونتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. فبلا ما نطول عليكم في الهضره، هذه فقط كلمه شكر بغيت نقولها في حقكم. ما تنساوش دائما كما كنقول لكم خليونا نوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات باش هكا تشجعوني نعطيكم المزيد من الفيديوهات. وكذلك اللي مازال ما مشتركاش في القناه تشترك بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو. كذلك ما تنساش تفعيل الجرس باش هكا توصل بكل ما هو جديد. ونقول لكم باي باي، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي. يلا باي باي بسلامه.